هذه الفخاخ صنعها مارك روبرت يبين فيها ذكاء السناجب للوصول للجوز وحتى يوصل لأكبر جائزة واللي هي كومة كبيرة من الجوز ليه ولعائلته. الفخ الأول كان بوكس فيه جوز، وإذا السنجاب دخل رأسه في البوكس راح يخرج منه دمية، وبالتأكيد هذه مش هي الجائزة الكبرى. الفخ الثاني العود الدوار، لازم عليه يجري فوق قضيب الدوار بسرعة حتى يوصل للجوز فوق البوكس. الأربع سناجب كلهم فشلوا في أول 3 محاولات، الأول والثاني جربوا الطريقة العادية، الثالث جرب القفز، والرابع جرب الطريق البعيد فوق الحبل لكنه فشل. حتى واحد فيهم جرب الجري ووصل. الفخ الثالث جدار الأحجار المتحركة، بعد عشرات المحاولات السناجب استعملت نفس الاستراتيجية السابقة، الجري هو الحل. والفخ الرابع بيت صغير مربوط بالأنابيب البلاستيكية حتى يوصل للمنطقة الأخيرة اللي فيها الجائزة، أنابيب بلاستيكية مربوطة ببعض لتشكل متاهة فوق سطح البيت. كل سنجاب اختار يجرب طريقة للوصول لآخر المتاهة. فرانك قرر يحفظ الطريق من قبل ما يدخل الأنابيب ونجح في اجتياز الطريق كاملة من المحاولة الأولى. مارتي السنجاب الثاني دخل في متاهة وقعد يجرب الأنابيب واحدة بواحدة، وفي العقبة الأخيرة فخ الليزر وصل مارتي أخيرا للخزنة واللي فيها كومة الجوز.